كلنا قلنا خلاص ده راحت عليه، لكن ده اللي شفناه. يوم الأربع 17/8 قررت أسهر عشان أشوف الجزائر يا بتتعادل يا بتكسب الأرجنتين. أصل ميسي بقى عنده 38 سنة، وأنا كواحد ما بيفهمش كورة أسمع إن اللاعب اللي عنده 35 بيعتزل. أكيد ميسي مستواه نزل، بالذات بعد ما راح لعب في الدوري الأمريكي. يعني كلنا افتكرنا إن الراجل شطب وقعد في ميامي بيصيف، لكن اللي حصل اليوم ده ما نيمنيش لليوم اللي بعديه من كتر التفكير. كنت عايز أجاوب على سؤال واحد: إزاي؟ بعد ما استنيت النت يحمل عشان بحاول اتفرج على الماتش من على برنامج الاسطوره، لان بين سبورت المفتوحه ما كانتش زيعاه، فتحت على الدقيقه 6 لقيت ميسي جاب جول، بس قلت الحمد لله طلع اوفسايد. وبعدها مفيش الجزائر راح جاب الجول، لكن للاسف طلع اوفسايد. بس ان شاء الله هتكسب يعني. الاقي الاول في الثاني في الثالث. طب ازاي؟ في الرياضة في لحظة غلسة كده بتيجي لكل أسطورة، اللحظة اللي تلاقي الكوكب كله بدأ يتحرك فيها بالتصوير البطيء، والكلام يبتدي يتقلب لتريقة عليك. نفس الناس اللي قعدوا سنين يطبلوا لعظمتك تلاقيهم فجأة بيسألوا: مش كفاية كده يا حاج؟ إن شاء الله بقى حسن الختام. حصلت مع مايكل جوردن، حصلت مع محمد علي كلاي، تحصل مع أي بني آدم، بالذات لو كتب اسمه على القمة وقعد فترة طويلة لدرجة إن الناس زهقت من وشه. قبل كأس العالم 2026 العالم كله، أو أقصد الناس اللي بتحب كريستيانو، كان مقتنع إن اللحظة دي جت لميسي خلاص. يعني بالعقل كده هيروح يثبت إيه تاني؟ راجل قفل لعبة الكرة دي وفنش، كسب كل بطوله بتتحرك على الارض، رفع كاس العالم 2022 وقعد في البيت حاطط رجل على رجله وهو بيقول حد ليه شغل حاجه، كسب 8 كور ذهبيه، كسر ارقام لو قعدنا نعد فيها هنخلص باقه النت، وتاريخه اتكتب بميه الذهب والفضه واي حاجه غاليه. ده احنا بدانا نشك فيه انه كان فضائي، واول ما اعلنوا انه راجع يلعب كاس العالم وهو عنده 38 سنه السوشيال ميديا اتقلبت. هو ليه موجود؟ هو طماع؟ مش المفروض الارجنتين تضم شباب؟ انا يقدر يجري اللي اصغر منه ب 15 سنه في المنتخب؟ وعشان يزيد الطينه بله الراجل بيلعب في الدوري الامريكي، يعني رتم مختلف وسرعة مختلفة، حاجة كده شبه مدوشة الخماسي بتاعت يوم الجمعة. كله قال بس وهنشوف أسوأ أداء لميسي. بس تعرف إيه اللي حصل؟ ده كان أكبر مقلب شربوه في حياته. عشان مشكلة ميسي إن عالم الكرة قعد 20 سنة مستني اللحظة اللي ركبوا تخونوا فيها، 20 سنة بيحاولوا يوقفوا السحر بتاعه، 20 سنة نفسهم يختفي، مقتنعين إن السن والزمن كفيلين بيه، بس الساحر دايما ساعته بتمشي بمزاجه. في 2006 ميسي راح كأس العالم وهو مراهق بسبرنت مش معقول، وقلب ميت ما بيخافش، ومستقبل مفيش منجم كان يتخيله، علشان بعد 20 سنة يدخل كأس العالم بدقن فيها شعر أبيض ورجلين أبطأ شوية وتاريخ يهد جبال. الشكل اتغير والجسم اتغير، بس الدي ان ايه العبقري لسه زي ما هو. علشان بعد 90 دقيقة في أول ماتش للأرجنتين عالم كرة القدم يقول له: احنا آسفين يا صلاح. لا ما أقصدش ده، أقصد ده. الموضوع ده بيرجعنا بالظبط ل 20 سنة ورا، تحديدا 16 يونيو 2006. العالم شاف البداية الحقيقية للبرغوث، عيل عنده 18 سنة نزل بديل قدام صربيا وعرف نفسه للدنيا بطريقة يا أرض تهدم عليك أدي، جون وأسيست وحركات بسرعة الضوء. بقى أصغر هداف في تاريخ الأرجنتين، مراهق قاصص شعره نفس قصتك في أولى ابتدائي، وطريقة لعب تحسها جايه من بلاي ستيشن 5. الناس وقتها كانت لسه بتلعب اليابانية، كان شايف مساحات المدافعين مش شايفين فيها صباع على رجليهم. بداية رحلة كان فيها قلب مكسور وانتقادات وتوقعات تخلي الواحد يجيله الضغط. بعدها ب 20 سنة بالظبط في نفس التاريخ، ودي حاجة تخليك تهرش في دماغك من كتر الجنان، العالم شاف الجزء الثاني من الفيلم. بس المرة دي المراهق بقى عنده 38 سنة وعنده دق وعيلة وكارير ضخم. قدام الجزائر ميسي ما جريش زي العيل الصغير بتاع 2006، وليه يجري اصلا؟ هو مش فاضي للكلام ده. السرعه راحت مفيش مشكله، الذكاء بقى مرعب ويخوف. بقاش يرقص المدافعين بالسرعه، ده بقى يرقصهم بنظرته بفهمه للعبه، حركه في نص ثانيه يهز وسطه بس باصه محدش شايفها غيره في الملعب، وشوطه تدخل الجون قبل ما الحارس يستوعبها. 3 اجوان بتوع في الجزائر كانوا كتالوج لتطور ميسي. الاول قذيفه ودقه من بره ال 18 شغل معلمين، الثاني غريزه وتوقع تلاقيه واقف في المكان الصح انه عارف ايه اللي هيحصل، والتالت تيكي تاكا اللي بوظت اعصاب اعظم مدافعين في العالم على مدار 20 سنه، علشان في اخر الماتش يكمل اول هاتريك في تاريخه في كاس العالم، وبقى العجوز المحنك اللي بيسجل هاتريك في البطوله وعادي الرقم 16 جول. ميروسلاف كلوزا بقى اول لاعب في التاريخ يلعب في 6 كؤوس عالم. الراجل بيجمع ارقام قياسيه كأنه بيجمع الكلات في فري فاير، بس الارقام دي ما تقولش كل حاجه، لان اللي خلى الليله دي مسخره ومميزه مش بس اللي حقق، ده الادراك الصادم ان بعد 20 سنه الكره لسه مش لاقيه لميسي كتالوج. العيل بتاع 2006 مشي، بس العبقري لسه واقف في نفس الحته لابس التيشيرت رقم 10 وبيخلي المستحيل يبان اسهل من سلق البيض. طول مسيرته ميسي كان شايل شويه التوقعات. المطوشه ما كانتش بالنسبه له عشان يكسب، ده عشان يثبت حاجه، يثبت انه يقدر يطلع من ظل مارادونا، يثبت انه يقدر يعمل مع المنتخب اللي بيعمله مع برشلونه. في نهائي 2014 لما الارجنتين خسرت من المانيا، ميسي اعلن اعتزاله للعب الكره الدولي، ده جه بعد خساره نهائي كوبا امريكا، لكنه رجع عن القرار ده عشان تيجي سنه 2022 كانت فك القرن. ما كانتش البطوله دي، كانت شهاده حريه، اللحظه اللي رفع فيها الكاس في قطر، وميسي ما بقاش بيجري ورا التاريخ هو اللي بقى يجري وراه. وده بقى المرعب في كاس العالم 26. المنتخبات ما بقتش بتلاعب ميسي اللي مضغوط وعايز يثبت
يثبت نفسه. هما بيلعبوا ميسي الفايق الرايق اللي نازل يتسلى ويتبسط. صاحبه دي بول قالها: انا اكتر حاجه بتفرحني ان اشوف ميسي بيضحك في الملعب من غير ضغط. ميسي نفسه قالها: عايز استمتع كبطل. حتى المدرب سكالوني الراجل عيط على الخط من كتر ما شاف معجزات، مش لاقي كلام يقوله. ودي اكبر غلطه عملها عالم الكوره. ادوا اعظم لاعب في التاريخ كاس عالم يلعب فيه بالمزاج، كل لمسه وباص وهدف طالعين من حب صافي للكوره. ودي اخطر نسخه من ميسي، نسخه انا مش بايع على حاجه، انا جاي اهزر معاكم. من 20 سنه ولحد النهارده الخناقه على القهوه ميسي ولا رونالدو، خناقه قسمت بيوت واصحاب، كل جون يجيبوه يتقارنوا، وكل كوره ذهبيه جديده في الحرب العالميه دي. ناس كتير قالت كاس 2022 قفلت الجدل، وميسي قفلها فعلا، بس برضه كان في ناس قاعده مستنيه ميسي يعجز، مستنيه اللحظه اللي القصه تقف ويتفرجوا عليه وهو قاعد في المدرجات بياكل لب. بدل كده دخل ب 38 سنه وعمل هاتريك في السن اللي اللعيبه فيه بتفتح كافيهات او بتقعد في الاستوديوهات التحليليه. ميسي لسه نازل على اكبر مسرح في العالم وبيعمل حاجات لعيبتنا في العشرينات بيجي لها شد عضله لو فكرت تعملها. قدام الجزائر هو ما كانش بيلعب، ده كان سايق الماتش بريموت كنترول، لدرجه ان ابراهيم مازا لاعب وسط الجزائر لما سالوه قال لهم بقله حيله، دي حاجات ميسي يا جدعان، مفيش تفسير تكتيكي، مفيش خطه، انت بس لازم تقعد وتحط ايدك على خدك تتفرج على عظمه بره المعايير الطبيعيه. ردود الفعل كانت مسخره، جماهير ميسي استلمت جماهير رونالدو تريقه، بالذات ان رونالدو تعادل في اول ماتش ليه مع الكونغو الديمقراطيه. فين المقارنه بقى؟ وهاتريك في كاس العالم بعد 38 سنه. 70,000 اللي في الاستاد كانوا بيصرخوا باسمه كانهم شافوا كائن فضائي نزل على نجيله الملعب. الموضوع ما بقاش من الاعظم في جيله ولا الاعظم في تاريخ كوره، الجدل ده مات ودفناه خلاص. الارقام والكؤوس والاستمراريه بتقول حاجه واحده: حان الوقت نقف نقول اعظم لاعب كوره هو ميسي. فكر في الاسامي كده: مايكل جوردن، محمد علي كلاي، بولت، كلهم غيروا رياضتهم، بس ميسي عمل ده في اللعبه الشعبيه الاولى في العالم تحت الميكروسكوب وضغط الاعلام لمده 20 سنه من غير ما يريح اسبوع واحد. ميسي هو المزيج اللي ما كانش المفروض يحصل، خيال وفن مارادونا مع هوس وجوع كريستيانو. كسب اكتر من اي حد وعنده كور ذهبيه اكتر من اي حد، ودلوقتي واقف هداف تاريخي لكاس العالم. ولسه البطوله طويله والراجل شكله ناوي يطمع في الباقي، بس اكيد هيجي يوم والكره هتكمل من غير ميسي، وهيجي كاس عالم تاني ونجم تاني، بس الناس اللي عصروه وشافوه هم اللي هيقعدوا يحكوا لعيالهم واحفادهم عن الراجل اللي خلى المستحيل يبان تافه وسهل. الراجل اللي ما كانش مجرد لاعب كره عبقري، ده كان اعظم رياضي شافته عيون البشريه. وربنا يستر على المدافعين اللي هيقابلهم الماتش الجاي. بس كده، سلام.